السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. حلقة النهاردة من الحلقات المميزة جدا بالنسبة لي، لان شاركني في ادائها المذيع الكبير جدا محمد حسام، اخويا الكبير، احب اشكره جدا. وان شاء الله تسمعوا حلقة كويسة. قبل اي حاجة ما تنسوش تتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كمان ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. حلقة النهاردة من كتابتي، وبدون مقدمات كتير يلا بينا نخش في حلقة النهاردة. آه كده بقى حد تاني يا نادية؟ لا يا دكتور، كده خلاص، دي كانت آخر حالة. بس أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال يا دكتور؟ أكيد، اتفضلي. هو ازاي حضرتك بتحب شغلك قوي كده؟ يعني هو أنا اشتغلت في عيادات كتير قوي، بس أول مرة أشوف دكتور بيحب شغله جدا زي حضرتك كده. وحضرتك كان نفسك أصلا تطلع دكتور وبالتخصص ده تحديدا؟ بص يا نادية، هو تخصص الجلدية والعناية بالبشرة والكلام ده، ما فيش طفل اظن لو سألتيه هيقولك انا نفسي اطلع دكتور عناية بالبشرة يعني. بس هو النصيب يعني. انا بحب شغلي جدا الحمد لله، والحمد لله بنيت اسم فيه. فده اكل عيشنا نادية، فيه ايه؟ طبيعي ابقى بحبه. طيب ماشي يا دكتور. خلاص ربنا يوفق حضرتك. انا كده خلصت خلاص. حضرتك محتاج مني كده اي حاجة قبل ما امشي؟ لا شكرا يا نادي، تيجي بكره في ميعادك، مش عايز تاخير زي النهارده. تمام، انا اسفه والله، غصب عني الطريق. بكره في ميعادك. تمام يا دكتور، يلا تصبح على خير، سلام. خرجت نادية ومشيت. يوم شغل طويل جدا، بس الحمد لله خلص. قمت لميت حاجتي في شنطتي وخدت مفاتيح العربية وحاجتي ونزلت. بس وانا خارج من باب العمارة وقفني صوت عم جمال البواب. يا دكتور محمد، دكتور محمد. ايوه يا عم جمال، اتفضل تعال. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. اهلا، ازيك يا عم جمال، عامل ايه؟ الحمد لله، فضل ونعمة يا باشا. بقولك يا دكتور، اصل كان في حد كده جه وساب لحضرتك الهدية دي. هدية؟ هدية ايه؟ طيب ماشي، وريني كده يا عم جمال. خدت الهدية دي منه ومشيت، رحت لعربيتي. كان شكلها حاجة قيمة جدا، قلت هفتحها بقى لما اروح، لان انا كان يومي حقيقي متعب جدا. روحت البيت واخدت دش وهديت، وجيت عشان افتح الهدية. فتحتها ولقيت جواها ساعة شيك جدا، وباين عليها انها غالية قوي. حاجة غريبة يعني، من بره كان محطوط شعار جمعية خيرية، بس غريب بالنسبة لي ان جمعية خيرية تجيب ساعة برقم كبير كده وبراند معروف كمان. كان جنب الساعة في الظرف اللي هو بتاع الجوابات ده. فتحت عشان الاقي فيه، لقيتي جواب مكتوب بخط الايد، مكتوب فيه بالظبط كده: دكتور محمد حسين، اهلا بحضرتك، احنا منظمة رعاية اطفال، ومن ضمن دواعي الرعاية بالاطفال احنا فضلنا ان حضرتك تكون معانا ونرعى الاطفال في كل شيء حتى بشرتهم، ومحتاجين حضرتك في بعض الجراحات. حضرتك هتعرف كل التفاصيل في المقابلة، بما فيهم اسم المنظمة وطبيعة العمل والموضوع بتفاصيله الكاملة. نرجو ان حضرتك توافق وتتواصل معانا على الرقم اللي موجود في اخر الجواب. خلصت الجواب، بس استغربت لان اول مرة يتعرض عليا حاجة بالشكل ده، بس يعني مفيش مانع اجرب. كلمت الرقم واتفقت معاهم على مقابلة في مقرهم، وبعدها بيومين فعلا رحت المقر في الميعاد المحدد. دخلت المكان واتقابلت باحتفاء شديد، مقابلة مليانة تفخيم، وبلغوني ان في واحدة ست اسمها الدكتورة كاميليا، دي مديرة المنظمة، مستنياني جوه، ودقايق وهيدخلوني ليها. وبعد دقايق فعلا دخلت ليها وسلمنا على بعض وقعدت، ودار الحديث بينا كالاتي: تشرفنا يا دكتور محمد، حضرتك ما تتخيلش احنا سعداء بزيارة حضرتك قد ايه. شكرا يا دكتور. اتفضلي حضرتك. من الجواب اللي وصل لحضرتك عرفت اننا منظمة رعاية اطفال، وباختصار شديد احنا الايام دي بنستهدف دور الرعاية، او بالمسمى العامي ملاجئ الاطفال. هناك بنحاول نكفل ليهم رعاية كاملة من خلال الاطباء المحترمين اللي زي حضرتك، ومحتاجين حضرتك معانا. تمام، انا لحد دلوقتي مش عارف انا هعمل ليهم ايه بالظبط،
باختصار شديد، اولادنا في منهم عندهم امراض جلدية، وفي اطفال عايزين حضرتك تشرف على حياتهم اليومية في التعامل مع جلدهم، وفي اطفال عايزين حضرتك تشرف على حياتهم بشكل كامل، يعني طريقة تعاملهم مع جسمهم وجلدهم، ويكون مع حضرتك كمان عدد من الدكاترة اختصاصات تانية، وده اكيد طبعا بمقابل مادي حضرتك اكيد اللي هتحدده، لان الموضوع هياخد وقت وشغل فترة. مفيش اي مشكلة، انا موافق مبدئيا. يعني في عند حضرتك اي استفسارات؟ انا لحد دلوقتي معرفش اسم المنظمة ايه. اسم المنظمة UM الدولية. وده نسبة لايه؟ ده نسبة لاسم الدكتور اللي اسس المنظمة، هو اسمه دكتور يوناي مايلون. اوكي تمام يا دكتور، اتشرفت جدا بحضرتك. هنبدأ شغل ان شاء الله من بكرة. تمام، شكرا جدا لحضرتك، عن اذنك. وافقت وخلصنا المقابلة وبدأ الشغل فعليا معاهم، بس كان شغلهم في دار هما اللي مؤسسينها. الدار كان على اعلى مستوى، بيشتغل كل او المعظم منه بالذكاء الاصطناعي. المكان ما بيشوفش الشمس خالص، ولا الاولاد كمان بيخرجوا منه طول الوقت، الاولاد تحت النظر. كان ليا يوم واحد بس في الاسبوع بروح فيه، فضلت شغال معاهم لمدة 3 سنين، بنعمل نفس الشغل في نفس الدار، والاولاد بيكبروا، واللي كان كلهم او معظمهم بنات. كان تقريبا المعظم في سن 16 سنة، بس كنت طول الوقت حاسس ان في حاجة غلط بتحصل. الاولاد كلامهم قليل، كأنهم حافظين تعليمات. كان المطلوب مني ان دايما بشرتهم تكون صافية وخالية من اي عيب، ودي حاجة انا مستغرب منها، مش عارف ليه دار ممكن تبقى محتاجة حاجة زي كده. جيت في مرة قلت اروح في يوم كده مش من ايام المعتادة، تخيلوا رفضوا ودخلوني. كنت هعمل لهم مشكلة وانهي التعامل معاهم، بس اتأكدت اكتر ان في حاجة غلط. جيت اروح الاسبوع اللي بعده، لقيت فيه كام بنت نقصوا، وده اللي اكد لي شكوكي. وبدأت ادور ورا الموضوع اكتر، واحاول اسأل البنات عن اللي بيحصل طول اليوم وهما بيعملوا ايه. في يوم كان في بنت خايفة، بس حسيت انها ممكن تتكلم. البنت دي كان اسمها مي. وقفت معاها وبدأت اتكلم واحاول يعني اكون لطيف. مي، ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا دكتور، ازاي حضرتك؟ عاوز اسألك على كام حاجة كده، ويا ريت يعني تجاوبيني بصراحة. اوي اتفضل حضرتك. ما تعرفيش يا مي فين صحابك اللي كانوا معاكي هنا؟ بص يا دكتور، هما كل شوية يكون معانا ناس ويمشوا وما نشوفش الناس دي تاني، فعادي يعني. مي، هو انتي عندك كام سنة؟ انا تقريبا 18 سنة، انا اكبرهم هنا، وهم كل شوية يتغيروا عادي. طيب ما تعرفيش بيتغيروا ليه او بيروحوا فين؟ ما اعرفش، احنا كل يوم بنمشي على التعليمات وناخد الفيتامين في مواعيده وننام. فيتامين ايه يا مي؟ فيتامينات بناخدها كل يوم عشان نبقى كويسين وبنية جسمنا تبقى احسن. طيب ممكن تعرفيني اسم الفيتامينات دي ايه؟ لا انا معرفش، لان مش بيكون عليه اسم، احنا بناخده في كتفنا بس كده وبننام يعني. طيب يا مي، وايه كمان لسه هكمل كلام، لقيت كاميليا جات وسألتني عن البنت. اهلا يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ مي فيها حاجة؟ لا، هي كويسة وزي الفل، بعد اذنكم. مشيت وانا كل تفكير، هل في حد بيجي يتبنى الاولاد دول؟ بس ازاي ده كله ما لاحظتش ان طول الفترة دي ما حصلش صدفة، وشفت ان مفيش اي حد بيجي، حتى مفيش حد في مرة جه يشوف بنت عشان يتبناها. الموضوع بقى مريب اكتر. وكان في اوضة كده كانوا بيسموها اوضة التحليل، وده كان ممنوع اخشها لان مش اختصاصي، بس حاسس ان فيها بلاوي. هحاول اخش الاوضة دي الاسبوع الجاي. عدى الاسبوع وجه ميعاد يومي. رحت عشان اعمل شغل العادي، بس اتفاجئت بقى ان مي نفسها ما بقتش موجودة. معقول
معقول يكون البنت دي اختفت بسبب انها وقفت تحكي بس او تتكلم معايا؟ كده الموضوع ما يطمنش. عديت يومي طبيعي ومرضتش اسأل عنها عشان محدش ياخد بالي اني بدأت ادور وراهم، بس اتعرفت على الدكتور في التحليل وبدأت اتكلم انا وهو، بس كان كل غرضي اني ادخل الأوضة دي، وكان باب الأوضة بيتفتح بكارت ID. فكرت ازاي اقدر اجيبه منه او اطلع نسخة منه. فضلت وراه كذا يوم لحد ما في يوم رحت للمرور الاسبوعي بتاعي في الدار واقترحت عليه اننا نمشي سوا النهارده ونخرج حبة، وبالصدفة كمان هو وافق، بس قال لي ان اسيب له اقتراح المكان اللي احنا هنروحه، وانا وافقته. كان اسمه دكتور سامح. خرجت وسبقته على عربيتي واستنيته 3 دقايق وجه ودخل العربية وركب جنبي. العربية منورة بيك يا دكتور والله. ده نورك والله يا دكتور. ها هتودينا فين بقى؟ بص يا دكتور، امشي على اللوكيشن ده. اخدت تليفونه واتبعت اللوكيشن. فضلنا ماشيين بتاع تلت ساعة تقريبا ووصلنا المكان، بس اتفاجئت لما وصلنا ان المكان ده كان بار، مكان فخم جدا. جالي فكرة شيطانية كده بمجرد ما قعدنا فيه، يمكن تكون جت في بالكم. ايوه، انا هاخد كارت سامح، هخليه يسكر لحد ما يشوفش اي حاجة، وهاخد المفتاح. قعدنا ودار الكلام بينا كالآتي. اخبارك ايه يا دكتور؟ اهو ماشي الحال والجو رايق. بتشتغل في مكان مع المنظمة ولا معاهم بس؟ لا انا معاهم بس، كل يوم كده من 10 لحد 5. معقول؟ امال بعد كده مين بيكون مع الاولاد؟ مفيش، الاولاد في اوضهم ومفيش الا الحارس اللي بره، وغرفهم بتكون مقفولة، ولو احتاجوا حاجة بيرنوا الجرس للحارس وبيروح ليهم ويرجع يكمل شغل عادي. متقلقش عليهم. محدش هيعرف يدخل عليهم ولا يخرج الا بالكروت، فهم في امان. طمنتني يا راجل. ما حبيتش ان ابين ليه اي حاجة، وعرفت اللي انا عايزه من غير اي مجهود، والخطة ماشية مظبوط جدا، اكتر من اني حتى اتخيل انها هتمشي مظبوطة كده. في صحتك يا دكتور، اتفضل يا راجل. في صحة الدكاترة كلهم. قعد يشرب ويشرب ويشرب لحد ما بقى سكران ومش قادر يقف على رجليه. شلته وحطيته في العربية وشنطته كانت ورا. اخدت منها عنوان بيته، خليته يفتح موبايله تاني ببصمته، وفتحت برنامج الخرايط واخترت لوكيشن للبيت عنده. دوست عليه واتحركنا ووصلنا لحد البيت. واتعمدت اني مديلوش الشنطة بتاعته، نسيها وطلع. رحت راجع عربيتي ومشيت بسرعة جدا. دورت طبعا على حد يعمل لي نسخة بسرعة، وبالفعل عملت نسخة بعد عناء في اني الاقي حد يعملهم. ورجعت بسرعة على بيت سامح تاني، وكان فيه بواب تحت. قلت له انه يطلع له الشنطة عشان نسيها معايا. وبعد ما اديته الشنطة مشيت جري. اكيد توقعتم انا رايح على فين دلوقتي. اخدت عربيتي واتحركت على الملجأ. وقفت بعيد عن المكان بحبة، وفضلت مراقب الحارس ومستني اي تحرك منه لحد ما جت اللحظة الحاسمة اللي خرج فيها يكلم حد بيركن قدام المكان. دخلت بسرعة جدا للمكان وفتحت بالكارت ودخلت الأوضة وقفلت عليا. بدأت أدور بسرعة جدا فيها. شغلت الكمبيوتر اللي في الأوضة اللي كان متوصل ب3 شاشات، وبدأت أدور في كل الملفات بسرعة جدا. بس المفاجأة إن لقيت كارثة ما كانتش تخطر على بالي أبدا. الجهاز متقسم لشوية ملفات، كل ملف مكتوب عليه اسم بنت. قعدت أدور عشان أشوف فيه إيه. دورت على ملف مي اللي كنت مستني أعرف حصل فيها إيه، وبالفعل لقيت ملف باسمها. فتحت الملف
ولقيت فيه فيديو وجنبه حبة صور. فتحت الفيديو عشان أشوف أسوأ شيء شفته في حياتي على الإطلاق. الفيديو كان كالتالي: مي قاعدة على كرسي، والكرسي محطوط على المسرح، ناس كتير قاعدين على كراسي قدام المسرح وكلهم لابسين وشوش، والكرسي كان موجود داخل أوضة إزاز، والبنت كانت مربوطة. وفي قمة رعبها لحد ما دخل من وراها شخص لابس بلطو ووش زي اللي قاعدين تحت، ووقف وراها ومعاه معدات جراحة، وظهرت كاميليا على المسرح، وكانت هي الموجهة للشخص ده، وبدأت تتحرك. الأجواء ماشية إنه زي مزاد، ودخل ليها شخص بترابيزة عليها شنط ووشوش وجزم، وبدأت المزاد الفعلي. الفيديو أنا كنت قافل صوته، فتحته وخليت الصوت واطي جدا. لقيت إن المزاد عن اللي هيحصل للبنت. بدأ كل شخص من اللي قاعدين تحت يعرض طلب أكثر من التاني ومعاه المبلغ اللي هيدفعه. ودي كانت المرحلة الأولى من المزاد اللي انتهت بإنها عجبها مبلغ شخص قاله وطلب خلع شعر البنت، وودت الأمر للي واقف وراها وبدأ يشد في شعرها لحد ما خرج في إيده. وظهر في الفيديو إن كلهم بيضحكوا والبنت يا عيني بتصرخ. بعد ما خلص ده كان دماغ البنت عمالة بتجيب دم من كل جزء في دماغها. وكاميليا بدأت تتكلم عن المرحلة التانية في المزاد، وهي الحاجات اللي دخلت على الترابيزة اللي عمري ما كنت اتخيل انهم قدروا يعملوا كده. بدأت الكلام كاميليا وقالت: خلونا نوقف ونسلم الهدايا اللي معانا كالعادة، والمرة دي الهدايا من البنت اللي كانت في العرض اللي فات. طلعت الشنطة اللي قدامها، واللي فهمت انه جلد الشنطة مش جلد عادي، جلد الشنطة كان جلد بشري. واتأكدت لما شفت الوشوش اللي بتطلعهم برضه مصنوعة من الجلد البشري. ازاي كده؟ انا كنت بجهز الاولاد لموتهم وبس استخدامهم كقطعة قماش يتعمل منها احذية وشنط. هما ازاي وصل بيهم الجشع يعملوا كده؟ ازاي قدروا يموتوا الرحمة في قلوبهم بالشكل ده؟ انا لازم احط حدود للمهزلة دي. جيت بكمل الفيديو لقيت خبطة على دماغي، ملحقتش اتحرك منها ووقعت على الارض واغمى عليا. فقت وانا على كرسي بعجل مربوط فيه، وفي مبنى تاني غير الملجأ. واقف قدامي سامح وكاميليا وشخص تالت معرفوش. كان وراه على الحيطة هرم جواه عين ومكتوب تحت: يوناي ماسونيري. وبدأ الكلام من كاميليا: مشكلتك يا دكتور الفضول، ودي مشكلة كل البشر تقريبا. من أول ما بدأت تسأل وتدور وأنا عارفة إن دي هتكون نهايتك. نهايتي؟ نهاية إيه بس؟ هو إيه اللي بيحصل؟ فهموني. بفكر إن التمثيلية العبيطة اللي عملتها دي وإني سكران وكده ده طبيعي؟ ده كان فخ يا غبي. طالما أنت حابب تعرف فأنا هعرفك على كل حاجة يا دكتور. كل ده والشخص التالت ده ما اتكلمش، وكان لابس زي عباية كده مغطياه وعليها نفس الشعار اللي على الحيطة. وبدأ يتحركوا بيا، وبدأت كاميليا تتكلم: بص بقى يا دكتور، انت شفت جزء من العرض، بس انا هوريك هنا اللي بعد العرض واحكي لك بقى كل حاجة، اهو على الاقل ما تكونش خسرت حياتك على الفاضي. وبدأوا يحركوا الكرسي بيا، ودخلنا كده في مكان كله شاشات كبيرة، وكملت كلام: بص يا دكتور، احنا هنا عشان نراعي كبار الدول وكمان كبار منظمتنا واي حد فيها واي حد يتبعها. على فكرة احنا اسياد العالم، والعالم ده بتاعنا، وباقي البشر مجرد ادوات لينا في رخائنا جواها. بص كده يا دكتور على الشاشة دي، شوف المنتجات دي كلها دي كلها صناعة بشرية. تتخيل؟ انت مش متخيل يا دكتور قد ايه هي مريحة، وقد ايه تم الاستفادة من شوية بشر ملهمش اي لازمة في الحياة باستهلاكهم عن طريق تحويلهم للمنتجات الجميلة دي.
وحولناهم لحاجة تفيدنا. أول الحاجات اللي بنصنعها من البشر، بص كده يا دكتور ركز معايا، بنصنع من جلود البشر شنط وملابس. كمان كل ده عشان بشرتنا، احنا بنلبس ده، بنحافظ على جلدنا احنا. ده أول مرحلة واللي هي من الجلد. ده غير كمان اللي بنستخدمه في العمليات الجراحية، وده مجال حضرتك كده احنا بنظبطه كده عشان نفضل شباب زي ما حضرتك شايف طبعا. تاني حاجة بقى، كل عضو في جسم الإنسان بيكون ليه طلب وبنستخدمه. عندك العيون مثلا، ودي أكتر شيء بيطلب. وكل عضو مش محتاج أكلمك عن الأعضاء في الجسم لأنك عارفهم واحد واحد، كل واحد فيهم يساوي ملايين. نخش بقى لنجم عروضنا، عظم البشر. ما تتخيلش طلع مهم ازاي. عندك مثلا الجمجمة، الجماجم عندنا بتخش أفران وتخرج وتطحن، وبخلطة محترمة بتطلع لينا أهم وأحسن أنواع المتعة، وهي متعة العقل. بتطلع لينا مسحوق الكريستلز، وده ممكن تكون سمعت عنه قبل كده. في طرق كتير لصناعته، بس أنا عايز أقولك إن صناعته بالطريقة دي بتخليه ليه مذاق خاص. ممكن نبقى ندوقهولك قبل ما تموت. وعلى فكرة ده أفضل نوع مخدر في العالم. عايز أقولك إن مفيش عندنا جزء من جسم الإنسان مش بنستفيد منه في أي صناعة. بص كده كل منتج مطلوب منه قد إيه. وفتحت لي موقع لونه أسود مليان بكل الحاجات البشعة اللي كانت بتقولي عليها، وفي كمان طلبات تانية لحاجات ما قالتهاش. كملت كلام تاني، حاجة كمان، احنا بنعمل العروض اللي انت شفت جزء منها دي لإسعاد الطبقة الأفضل في العالم، خدام الكيان. كل واحد بيجي يشبع رغباته واحنا بنساعده. في ناس بتيجي تطالب بقتل الضحية، وفي ناس بتطلب تعذيب. ايا ما كان الطلب بيتنفذ، وبعد ما بنخلص عرضنا ينتهي بيهم الحال للمنتجات الجميلة دي. بذمتك مش عاجبك شغلنا يا دكتور؟ عاجبني طبعا. الشغل ما يخطرش على بال بني آدم، ده تفكير شياطين. اسمه سيدنا وراعينا يا بشري، يا ضعيف، يا مدعي الفضيلة. انت عارف كويس انك بني آدم جشع وسيئاك الماديات بس. يعني انا كنت شغال في مقبرة لخدمة الشيطان. معلش يا كاميليا، انا عندي سؤال. طبعا قول يا دكتور، انت راجل هتموت ومن حقك تقول اللي انت عايزه. هو ايه معنى الاسم اللي انا شفته بره؟ ومين الراجل ده؟ انت تقصد الاسم المجيد؟ معناه راعي الماسونية، وده راعينا وراعي محافلنا، مستر يوني اوريل. طيب انا كده عرفت كل حاجة. ايه اللي جاي؟ عشان كفاية صدمات اكتر من كده. وأمرني يا راعينا. أهلا يا دكتور، أنا عارف إنك مضطرب جدا وخايف، بس أنا عندي عرض ليك. أنت دكتور شاطر وبتفهم، وأظن يعني إيه إنك هتخسر كتير لو ما سمعتش العرض ده. حابب تسمعه؟ أسمعه؟ ما أنا سمعت كتير قوي النهاردة. إيه رأيك توافق على مبايعة سيدنا وقائدنا المظلوم الأول على الأرض، وتعيش في رخاء معانا وفي أمان كمان ضمن المجتمع الخاص بينا، وتكون من المنعمين، وأوعدك بالشهرة. هخليك تنتشر كالنار في الهشيم. ومش بس كده، خليني أعرفك إن تبعيات الشهرة دي أموال لا تعد ولا تحصى، ونفوذ كمان، وده طبعا لو حبيت، بس ما ظنش إن دي حاجة أنت هتطلبها. والمقابل مني؟ الولاء والطاعة. ممكن تسيبني أفكر؟ معاك ساعة من دلوقتي، أخرج واسيبك تفكر. بس خليني أفكرك بحاجة، ردك هيتبني عليه مصيرك الجاي كله. إما إنك تعيش حياة ما كنتش تحلم بيها، أو ينتهي بيك المطاف في عرض من عروضنا. وبعد العرض انت عارف مصير جسدك هيكون ايه. تمام. قعدت أفكر مع نفسي شوية، وبعد ما فكرت كتير محدش يستغرب من اللي أنا هقوله ده. والله ليه لأ؟ ليه لأ؟ ايه المانع يعني؟ حياة علية القوم وغنى أكتر وفلوس وشهرة،
ايه اللي يخليني ارفض؟ انا هوافق، اصل هما بيا من غيري هيعملوا اللي بيعملوه، فما فيش مانع اخد حته من التورته. ده عرض انا شايف انه كافي بالنسبه ليا. بعد كده لو دخلتوا اي ملجأ ولقيتوا فيه دكتور للعنايه بالبشره، اعرفوا انه تبعنا. ولو حد محتاج اي مصنعات بشريه يكلمني وهساعده فيها جدا. ولو حد برضه حب ينضم لينا، انا هكون مساعد جامد ليه. على فكره احنا كتير قوي ومنتشرين في كل العالم، وفي خلال وقت بسيط هنقود العالم اللي في الاصل بتاعنا. انا بحكي ليه؟ حسيت بس اني محتاج افكر نفسي اني بقيت في النعيم اللي انا فيه ده ازاي، وكمان محتاج اضم اعضاء جدد عشان اترقى الصراحه. ما تنسوش اسمي دكتور محمد حسين. دوروا عليا هتلاقوني، انا على فكره موجود، وببساطه شديده تقدروا توصلوا لي. انا دكتور تجميل ومشهور جدا. هستناكم. سلام. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب اشكر محمد حسام جدا لمشاركته في حلقة النهاردة، وطالما وصلتوا لحد هنا شكرا جدا ليكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تأكد كده انك مشترك. كمان ما تنساش تنضم للجروب بتاعنا على فيسبوك، جروب بنناقش فيه هنعمل ايه، هننزل الحلقة امتى، بنتكلم في القصص وايه رأيكم، حاجات كتير كده. كمان اي حد عنده قصة حقيقية حصلت له او قصة من تأليفه حابب اننا نذاعها يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. شكرا لكم.